السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل الكاتشب في البيت بطريقة سهلة جدا وجميلة. تعالوا نشوف مع بعض المكونات. اول حاجة هنا عندي كيلو طماطم حمراء وما شاء الله جميلة جدا، وعندي ربع كوباية مية وربع كوباية خل وربع كوباية سكر صغيرة، وعندي هنا معلقة صلصة، وعندي هنا نص معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسمر، نص معلقة توم باودر، وعندي معلقة صغيرة نشا، والنشا حسب الكمية. اول حاجة هنا انا قطعت الطماطم بالشكل ده وحطيتها على النار، وحطيت عليها شويه ميه صغيرين خالص، وهغطي الحله اسيبها تتسبك بالشكل ده، واسيبها بقى مع بعضيها لغايه ما تتسبك خالص. هنا بقى بعد ما اتسبكت بقت بالشكل ده، سيبتها تبرد شويه، وبعد كده هضربها في الكبه بالشكل ده. انعمها خالص. هكمل انا بقى بيت الكميه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، واوريها لكم بعد ما اضربها في الكبه. هنا كده انا ضربت الكميه كلها، بص طبعا شايفين فيها بذور واكيد لسه فيها شوايب، فانا كده هصفيها بالمصفى. ان الكاتشب لازم يكون ناعم خالص، مفيهوش اي بذور ولا اي حاجه خالص. هصفيهم كده. طريقته سهله جدا وانضف من بتاع بره، وبالكميه اللي عندك بتعملي كميه كبيره، وصحي ونضيف. طالما اولادك بيحبوه تعملي لهم احسن ما نشتري من الجاهز بكتير من بره. تصفيه حلو قوي. بالشكل ده. هصفي انا بقية الكميه وارجع لكم. هنا كده انا صفيت الكميه كلها وحطيت الحله تاني، رجعتها على النار. هنزل بقى عليها بالتوابل بتاعتنا، الملح والفلفل الاسمر والثوم باودر، وهنزل بالسكر والخل. السكر والخل ومعلقه الصلصه، واقلبهم واسيبهم على النار من 15 ل 20 دقيقه لغايه ما قوامهم يتقل. بالشكل ده. وهنا بقى هندوب النشا في شويه ميه، والنشا حسب الكميه اللي انت عاملاها. عامله كميه طماطم كبيره حطي معلقه كبيره نشا، عامله كميه قليله ممكن نص معلقه نشا، حاجه بسيطه بس عشان القوام ما يتقلش منك قوي. بالشكل ده كده دوبت النشا بالميه، وهنزل على الطماطم بعد ما اتسبكت، هنزل عليها بالنشا واسيبهم يغلوا لغايه ما القوام المطلوب اللي انا عاوزاه. بالشكل كده متاخدش منك وقت خالص. وهنا كده انا كده خلصت. تحطيه في برطمانات، تحطيه في التلاجة. ويا رب اكون قدرت افيدكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.